يقول الامام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان القبر ينادي ابن ادم كل يوم ب5 كلمات. يقول القبر يا ابن ادم تمشي اليوم على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم تسرح اليوم على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم تضحك اليوم على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن ادم تاكل اليوم على ظهري وغدا سياكلك الدود في بطني. من الواحد من الباقي من الواجد من الماجد من الحي من القيوم من العلي من العظيم من المعز من المذل من المحيي من المميت من مالك الملك من ملك الملوك من الرافع من الخافض من الولي من القوي من الرزاق من ذو القوة المتين من ملك الملوك من ملك الملوك من القابض من الباسط من المعطي من المانع من المجيد من الحميد من الغفور من الودود من الصبور من الشكور من الباعث من الوارث من القادر من المقتدر من الخبير من المقيت من الاعلى من الكبير من المتعال من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد يحفظ الواحد. يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم تمشي على ظهري وغدا ستنام في بطني. يا ابن ادم تفرح على ظهري وغدا ستحزن في بطني. يا ابن ادم يا ابن ادم تضحك على ظهري وغدا ستبكي في بطني. يا ابن ادم تعصي الله على ظهري وغدا ستعذب في بطني. يا ابن ادم تأكل على ظهري وغدا سيأكلك الدود في بطني. يا ابن ادم يا ابن ادم يا ابن ادم اسمع ماذا يقول لك المالك الملك عندما يودعك الناس وانت وحيد في قبرك. يقول لك صاحب العظمة والكبرياء عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ابن ادم عش راضيا واطلب دواعي الالم، واعدل مع الظالم مهما ظلم. نهاية الدنيا فناء، نهاية الدنيا فناء، فعش فيها كريما واعتبرها عدم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول